بيقولوا في سحر قديم اسمه سحر السبع بحور، سحر ملعون ممنوع ينحكى عنه. بيحكوا إنه كل بحر من هالبحور حامل معه لعنة، وكل لعنة فيها روح مذبوحة ودم مسفوك بطقوس شيطانية. ما رح طول عليكم، خلونا نبلش. فيلمنا ببلش بسوق بسنة 1970 بمدينة اسمها سيمارانغ. منشوف زلمة اسمه سوشيبتو ومحله مليان زباين، بينما أخو مرته ساردي يلي عنده المحل المقابل عم يتطلع بحسد لأنه ما في ولا زبون عنده. بعد سوشيبتو بياخد تحويشته وبيروح على المشفى، وبيقول لمرته مارني إنه صار فيهم يعملوا عملية زرع كلية لابنهم آردي. بعد العملية آردي بيصحى ونظره مغبش، والممرضة بتروح تنادي الدكتور. بس بهي اللحظة آردي بيشوف رجال عجوز شكله مخيف. فجأة بيوصل الدكتور وبيضل آردي محتار. بعدها منشوف آردي عم يلعب بالبيت، وفجأة بيشوف نفس العجوز مرة تانية، فبيرتعب وبيطلع مرة تانية وبيلاقي العجوز صار أقرب، وهالشي بيخوفه أكتر. بهديك الليلة وبس سكر دكانته، سوشيبتو بيلاقي طرد غريب برا. بيفتحه وبيلاقي جوا أشياء غريبة، فبيرميه بسرعة بالزبالة. وهو طالع بسيارته بيحس بألم قوي بكتفه. بالبيت سوشيبتو بيقول لمارني إنه كتافه تقال، وبيفيق آردي ليعطيه الدواء. بس أول ما آردي بيطلع فيه بيصرخ فجأة وبيدفش سوشيبتو وبيركض لعند مارني مرعوب، وبيقول إنه في مرة غريبة. ومنشوف طيف مرعب لمرة قاعدة على كتاف سوشيبتو، وهي سبب الألم يلي حاسس فيه. بعد زلمة اسمه روستام بيجي وبيفحص آردي، وبيقول لسوشيبتو إنه العين الثالثة عند آردي انفتحت بعد العملية، وصار يشوف أشياء ما بتنشاف. وشو شاف آردي امبارح هو شي تبع سوشيبتو من السوق. روستام بيقول له إنه شاله، بس سوشيبتو بيسأله شو لازم يعمل لأنه الوضع مو سهل على آردي إنه يشوف هيك شغلات. روستام بيشرح له إنه العين الثالثة ما بتسكر، بس فينا نضيقها، يعني آردي بس رح يشوف يلي بدهم يبينوا حالهم. وكمان بينصحوا يبعد آردي عن السوق لأنه مليان كذب وخداع. السوق حسب كلامه مربوط بالعالم الخفي وبتعاملات فيها شرك وسحر أسود وعبادة شيطان. بعد المشهد بينتقل لسنة 1983. آردي وأخته سيفا صاروا أكبر وعندهم أخ أصغر اسمه عارف. هون بنعرف إنه عارف مهتم بالجن والأرواح وقاري كتب بهالمجال. آردي بيطلب من أمه مصروف وبتقله يمر على المحل ويطلب من أبوه. أول ما بيسمع بيتردد شوي، فمارني بتنصحه يكون سريع وما يطلع حواليه. بعدها منشوف آردي عم يوصل على السوق، بياخد نفس عميق وبيحاول يتمالك حاله وهو رايح باتجاه محل أبوه. هو ماشي بيشوف مرة عجوز شكله مخيف، بس بيتجاهلها وبيكمل. فجأة بيشوف طيف تاني وراه، بيرتعب وبيركض وبيخبط بواحد. زلمة بيعصب وبيمشي، ومرة بتحكي مع آردي وبتقله ما ياخد بخاطره لأنه بنت الزلمة توفت من أسبوعين. فآردي بيركض على المحل وبيلاقي أبوه وعمه ساردي عم يتخانقوا. ساردي بيطلع من المحل معصب. آردي بيسأل أبوه إمتى عمه رح يضل زعلان منه، وبيقله يعني إذا محلك شغال وعندك عيلتك شو ذنبك، بينما هو خسر عيلته وما عنده زباين، فمن الطبيعي غير منك. سوشيبتو بيقول له يهدى وبيذكره انه ساردي اخو امه الكبير. آردي بعدها بيطلب المصروف. سوشيبتو بيفوت على الغرفه وبيجيب له المصاري، وآردي بيستناه برا. هو راجع بيشوف الزلمه يلي خبط فيه عم يراقبه، وفجاه المصاري بتوقع من ايده، وبيشوف طيوف مرعبه قدامه مره تانية، فبيرتعب وبيركض. بنفس الليلة عارف بيحكي مع آردي وبيقول له إنه سمع إنه إذا حدا عنده حاسة سادسة فأخواته ممكن يكون عندهم كمان، وبيقول له يمكن سيفا كمان عم تشوف أرواح. آردي بيرد عليه وبيقول له إنه هيك شي مو نعمة، مو شي منيح. وبعد سوشيبتو وهو عم يسكر دكانته بيسمع صوت غراب، وبيشوف واحد واقف جنبه، وفجأة بيشوف كيس أسود على الأرض. بيشيل الكيس وبينصدم لما بيلاقي فيه جمجمة وعظام، وبينما عم يتحرك أصوات غريبة بتبلش تطلع حواليه. بس أول ما بيلتفت ليشوف الصوت بيوقف، الصوت المرعب بيرجع، وسوشيبتو بيركض. بنفس اللحظة ساردي كمان بيطلع من محله بعد ما سمع الأصوات. سوشيبتو بيركض باتجاه سيارته، بس السيارة بتبلش تهتز بشكل مخيف. بينزل منها وبيصرخ أنا ما بخاف، وفجأة كل شي بيسكت. بعدها بيطلع الكيس من سيارته وبيزته بعيد. ولما بيرجع سوشيبتو على البيت بيقول لمارني إنه تعبان وبده يرتاح، فمارني بترد عليه إنها رح تنام مع سيفا الليلة. بعدها وهو نايم سوشيبتو ببلش يتقلب وبيلاقي حاله بحلم غريب. بالحلم بيكون طاير بالهواء وبيشوف مرة عم تعمل طقس غريب، فبيصرخ وبيسألها مين انت وشو عم تعملي فيني. فالمرة بتلعنه وبتقله خلي هالزلمة وعيلته كلهم يموتوا. بعدها بتشم دخان جاية من فحم مشتعل، وبتقرب من سوشيبتو وبتنفخ الدخان بتمه. فجأة جسمه بيبلش يتلوى ويتعذب وبيصرخ من الألم. بالحقيقة منشوف سوشيبتو طاير بالهواء. بعدها بيرجع بيوقع بقوة على التخت. من صوت الضربة آردي بيطلع من غرفته وبيروح لعند سوشيبتو ليشوف شو صاير معه، فبيلاقي سوشيبتو نايم. ولما بيكون بده يطلع من الغرفة بيبين خيال وراه. تاني يوم الصبح وهن عم يفطروا سوشيبتو بيبلش يسعل،
أردي بيعطيه مي، ولما بيشربها فجأة بيرجع دم، ومن الرعبة ببلش يطلع ديدان من القيء. سوشيبتو بيقوم بخوف وبيوقع على الأرض وبيفقد الوعي. أردي بيركض ليساعده، وفجأة بيظهر خيال بالغرفة، بس أول ما أردي بيندار الخيال بيختفي. الدكتور بعدها بيقول للعيلة إنه ما في إصابات داخلية، وبيطلب يخلوه بالمشفى يومين للمراقبة، بس سوشيبتو بيرفض وبيصير يرجع على البيت. بالبيت الموظفين بينصحوه يروح عند شيخ أو حدا روحاني، لأنه ممكن يكون معمل له سحر بسبب الغيرة من شغل محله، بس سوشيبتو بيرفض وبيقول إنه ما بيآمن بهالحكي. مارني بتطلب من الكل يتركوه يرتاح، ولما بيطلعوا أردي بياخد كتاب عنوانه الشر الخفي، وبيبلش يقرأ عن السحر الأسود، وبيكتشف إنه في نوع من السحر بيستخدم مخلوقات خفية لتأذي الناس وحتى لتقتلهم أحيانا. تاني يوم أردي بينزل مارني عند السوق، وبيشوفها خالة، وبيسأل عن سوشيبتو وإذا هي رح تهتم بالمحل مكانه. مارني بتقله إيه، وبيعطيها شوية أعشاب طبية لسوشيبتو. مارني بتطلب من أردي ياخدهم على البيت، بس بالطريق أردي بكبهم بزبالة. بنفس الوقت منشوف عارف راجع من المدرسة، والخدامة بتقله إنه طالعة شوي. فجأة باب بيفتح، وعارف بيروح يشوف شو في، بيلاقي أبوه نايم فبيسكر الباب، وفجأة باب تاني بينفتح وبيشوف كيس أسود، بيقرب عليه وبيشيله وبيفتحه، وبيلاقي جواه جمجمة وعظام. هوا قوي بيبلش، وعارف بيسمع أصوات غريبة، بيرتعب وبيزت الكيس على الطرف وبيركض لجوا وبيسكر الباب وراه. بعدها منشوف إنه عارف ارتفعت حرارته كتير، والعيلة قررت تاخده على الدكتور تاني يوم الصبح. عارف بيطلب من أردي ينام جنبه، وبيقول لأخواته إنه بيحبهم، وبيطلب منهم يضلوا أقوياء وشجعان. بنص الليل صوت عارف بيصحي أردي بيحاول يهديه، وبيطلع ليجيب له مي باردة. فجأة بيشوف خيال على الحيط ماشي باتجاه الغرفة، الهواء بيهب واللمبة على الغرفة بتبلش تطفي وتشعل. باب الغرفة بينفتح، وأردي بيروح يشوف شو في، بيلاقي أهله نايمين، بس فجأة سوشيبتو بيبلش يتصرف بغرابة، ومنشوف شي عم يتحرك تحت جلده، وحشرة بتطلع من منخاره وبتطير بالغرفة. أردي فوراً بيضرب الحشرة وبيدعسها برجله، وفجأة سوشيبتو بيدخل بنوبة تشنج. أردي بيركض بسرعة وبيصحي سيفا، وبيصرخ يطلب الإسعاف. بنفس اللحظة عارف بيصرخ، وأردي بيركض لعنده على الغرفة، بيطلع بإذنه وبيسحب خيط، وعارف بيصرخ من الوجع. أردي بيشد أكتر على الخيط وبيطلع قطعة إزاز صغيرة، وفجأة الدم ببلش ينزل من عيون عارف، وعم يصرخ من الوجع. قطعة الإزاز بتطلع من حلقه وبتنزل من جسمه، وعم تشق طريقة لعند بطنه وبتقتله. أردي بيصرخ وبينادي لأمه، وكلهم بيركضوا بيلاقوا عارف ميت بطريقة بشعة. تاني يوم نشوف جنازة عارف، وأردي بيشوف عمو سردي هنيك فبيعصب، وبيطلب منه يروح وبيحمله مسؤولية كل شيء. بعد الدكتور بيقلن إنه سوشيبتو عم يعاني من خلل دائم بالدماغ، ورغم إنه شكله صاحي بس جسمه ما فيه أي وعي ذاتي. بعدها منشوف أردي عم يحمم أبوه، سيفا عم تحاول تطعمي أمهم، وأردي بيكون مكسور من حال العيلة، وبيسأل أمه إذا بتتذكر السيد روستم، وبيطلب رقم التواصل معه لأنه صار متأكد إنه في حدا عامل لهم سحر. بعد المشهد بينتقل لوصول رستم على البيت، وبيقلن إنه سوشيبتو محاط بقوة ظلام، وإنه موت عارف له علاقة بالقصة، بس لسه مو متأكد من نوع السحر المستخدم. ولما أردي بيسأله شو لازم يعملوا، رستم بيقله إنه ما بيقدر يشيل السحر غير لما يعرف شو نوعه بالضبط، ومشان هلأ بيعطيهم حرز الحماية، وبيحذرهم إنه ما يشيلوه أبدا، وبوصي أردي إنه ما يواجه أي حدا بيشك إنه عامل سحر، لأنه هالشي ممكن يقتله، وأردي بيوافق. تاني يوم الصبح أردي بيقله لأبوه سوشيبتو إنه رايح يشتغل بالمحل، ولما بيطلع سوشيبتو بيحاول يقول لا بس ما بيقدر. أردي بيلاقي صعوبة بإنه يجذب الزباين، وواحد من الموظفين بيقله من وقت ما مرض سوشيبتو الشغل وقف. بهديك الليلة أردي بيحاول يلفت الزباين بس الكل بيتجاهله. فجأة بتجي مرة وبتطلب كيلو رز، ولما بيعطيها بيلاحظ سائل أسود عم يقطر على الرز. فجأة المرة المرعبة بتصرخ وين أبوه، وبعدها بتختفي. أردي بيطلع لبرا ليشوف، وبيشوف المرة داخلة على محل ويتشك. بيدخل وبيشوف خيال ورا البرداية، ولما بيشيل البرداية بيلاقي صورة لبنت ومجموعة أدوات سحر أسود. بهاللحظة ويتشك بيوصل وبيمسك أردي من ثيابه وبيقله أبوك قتل بنتي، وبيدفشه فأردي بيهرب. بعدها منشوف كرة نار بتضرب سقف بيت سوشيبتو، ومارني بتسمع الصوت والحرز يلي لابسته بينكسر، وبدون ما تنتبه بتطلع من غرفتها والصوت لسه عم يعلى. بنفس الوقت حرز سيفها كمان بينكسر. مارني بتخاف وبتفتح باب البيت، وبتشوف نفس الكيس الأسود، بتفتحه وبتلاقي جمجمة وعظام، ولما بتحاول تكبه هبة هواء قوية بتهب، والصوت المخيف بيقرب منها، فبتزت الكيس وبتركض لجوا وبتسكر الباب بسرعة، وبتنكسر مزهرية على الأرض. سيفا بتسمع الصوت وبتطلع، وبتبعت مارني تفوت على الغرفة. بعد المشهد بينتقل لأردي وهو راجع على البيت، وبشوف الكيس فيه جمجمة وعظام، ولما بيقرب ليشوفه الحرز يلي لابسه بينكسر. بيركض لجوا بسرعة وبيلاقي أمه حرارتها عالية، وبيقول لسيفا تتصل برستم. رستم بيجي وبيفحص الكيس، وبيقول على الأغلب جاي من الشرق، وبيحذر أردي إنه لا يلمس ولا يفتح هيك شغلات مرة تانية لأنه ممكن تكون ملعونة.
ولما بيسمع هالحكي أردي بيروح لعند عمه وبيقول له بعصبية: شو نوع اللعنة يلي عملتها لعائلتنا؟ سردي بيصرخ عليه: أنا ما لعنتكن، أنا يلي كنت حاميكن كل هالوقت. وبعدين بيكشف له الحقيقة الصادمة: يلي كان عم يعمل بالسحر هو أبوه أردي نفسه. بعدها بنرجع بالزمن ومنشوف سوشيبتو عم يروح لعند سردي ويطلب مساعدته وبده يفتح محل. سردي ساعده بكل طريقة ممكنة ليوقف على رجليه ويفتح شغله. وبيوم من الأيام سوشيبتو بيلاقي كيس لونه أبيض، بيفتحه وبيكتشف انه في ادوات سحر اسود. سردي بسرعه بياخده من ايده وبيزته، بس الغرائب بتبلش تطلع بمحله. بالاخر الزباين ببلشوا يختفوا. سردي بيقول له لأردي: وقتها انت كمان كنت كتير مريض. ابوك بالبدايه ما كان يصدق بالسحر، بس لما الامور بلشت تسوء اكثر صار يظن انه هذا هو الحل الوحيد. فراح عند ساحره اسمها دي، وبعد ما زارها فجاه محله صار الاشهر بكل السوق. قواها كانت اقوى من غيرها، وابوك سرق كل زباين منافسيه. أنا نبهته لا يطمع بس ما سمع مني، لحد ما بيوم أمك صابها وجع كتير قوي ببطنها، ولما الدكتور فحصها لقى مسامير جواتها، شي ما بيتصدق. أبوك بيركض لعند الساحرة وعملت نفس الطقس لتنظيف بطن مارني، وبعد ما خلصت قالت له إنه ويتشاك هو ورا يلي صار. أبوك عصب وطلب منها ترد له المرض، بس بعدين بنت ويتشاك صار معها وجع قوي بالبطن وبلشت تستفرغ، وفجأة طلعوا مسامير من تمها، وبعدها سعلت وطلع مسمار من حلقها، ولحقوا مسامير تانية شقوا رقبتها وقتلوها بالنهاية. سردي بيقول الهجوم كان موجه ويتشاك بس خبط بالغلط بنته. سردي بيحذر الساحر يلي عم بيستخدمه ويتشاك قوي كتير. أردي بيرد عليه: أبي مستحيل يعمل سحر، السيد رستم قال إنه ما بيقرب صوب هيك شغلات. سردي بيشرح له: لأنه أبوك عنده حامي عم يغطي عليه، أنا بعرف لأني كنت أمارس السحر الأسود بنفسي، بس خسرت عيلتي بسببه. أنا بشتغل بالسوق ومثلك بشوف أشياء غريبة الناس ما بتشوفها. سردي بيرد عليه: إذا ما بدك تصدقني اطلع وتفقد غرفة أبوك فوق. أردي بيركض على غرفة أبوه وبيكسر الباب المسكر بالمفتاح. جوا بيشوف خزانة سودا، ولما بيفتحها بينصدم لما بيلاقي عدة سحر أسود مخباية فيها، وبين الأغراض بيلاقي كتاب. بيفتح على آخر صفحة وبيلاقي رقم تليفون للساحرة دي. أردي بيتصل وبيقول ممكن أحكي مع دي. بعد المشهد بينتقل لوصول أردي على بيت دي، بيعرف عن حاله بس أول ما بيذكر اسم سوشيبتو وش المرة بيصير غامق، وبتقول له أمي ساعدت أبوك واليوم هي مريضة بسببه، وبتشرح إنه دي ما عاد فيها تحمي سوشيبتو لأنه ويتشاك لجأ لساحر تاني أقوى من أمها، وهالسحرة جايين من الشرق وبيستخدموا نوع من السحر اسمه سيجوروبيتو، وبتشرح إنه هذا سحر عالي المستوى وبيطلب تضحية بالروح ومبني على الحقد والانتقام من الشخص المرسل، ولازم يعملوا طقوس طويلة مع اتفاق خاص بينعاد 7 مرات ب7 نقاط ساحلية مختلفة بأرض جاوا، وهي الطقوس بتنادي على روح شريرة من بحر جاوا وقدرتها بتعبر البحار وبتدل على قديش قوية. اسمها الروح هو سوانجي. أردي بيرجع لعند سردي وبيسأله بتعرف شي عن سيجوروبيتو؟ فسردي بيقول له لا، وفجأة سرب كبير من الغربان بيمر فوقهم، بيحسوا بخطر فبيركضوا للسيارة وبيطيروا على البيت. بنفس الوقت بالبيت مارني بتطلب من سيفا تجيب لها شاي سخن، وفجأة بيبين غراب واقف على الشباك برا وسيفا عم تحضر الشاي. ظل أسود بيفوت على جسم مارني وفجأة بتحس بوجع قوي ببطنها. سيفا بتسمع صريخ أمها وبتركض لجوا، وبتنصدم لما بتشوف بطن مرني منتفخ بطريقة مرعبة. مرني بتبلش تنزف دم بشكل مخيف، بعدها سلك شائك بشق بطنها من جوا وبيسحب معه أمعائها. سيفا بتنهار من الخوف من المنظر. بهي اللحظة أردي وسردي بيوصلوا على البيت وبيركضوا لجوا وبيلاقوا مرني بحالة حرجة جدا. بالنهاية مرني بتتوفى. بنفس الوقت سوشيبتو بيكون ممدد على التخت وعم يسمع كل الفوضى برا، وبعدها روستم بيجي وبيقلن إنه عمل طقس واكتشف شوية أدلة، وبيقول في طريقة لفك اللعنة، بس لهيك لازم يعملوا روات طقس تطهير باستخدام مي من 7 شواطئ. وين ويتشاك عمل طقوسه السحرية، حدا لازم يسافر لكل شاطئ من ال7 ويجمع مي من كل واحد، وبعدها يغسل سوشيبتو بهالمي. التطهير لازم يصير بيوم ويتون تبع سوشيبتو ويخلص قبل الساعة 8 المساء بهداك اليوم، ولسه في معهم 5 أيام. روستم بيضيف إنه بده مساعدة سردي ليحضر ويجهز الطقس، وبيقول له لأردي إنه بيقدر يساعده ليفتح عينه الثالثة بالكامل، بس لازم يكون معه شخص عنده حاسة سادسة كمان، لأنه بكل شاطئ في 7 أرواح حارسة بيحموا المكان. حتى لو حاولوا يخبوا حالهم أردي ورفيقه رح يقدروا يشوفوهم. بهاللحظة سيفا بتتطوع وتروح مع أردي. روستم بيعمل طقس لفتح العين الثالثة لكل من أردي وسيفا، ولما الطقس بيخلص المشهد بينتقل لأول يوم من المهمة وهن عم يسافروا لأول شاطئ. بالبيت سردي بيشوف غراب واقف على شباك غرفة سوشيبتو. بنفس الوقت روستم عم يجهز للطقس. أردي وسيفا بيوصلوا أخيرا لأول وجهة وبيشوفوا المكان يلي ويتشاك عمل فيه واحد من طقوسه. سيفا بتطفي الشمعة وأردي بيجمع المي، بس وهن راجعين بيشوفوا روح حارسة واقفة قدامهم. ببلشوا يركضوا فورا، ولما بيطلعوا وراهم الروح بتكشف شكلها الحقيقي المرعب. بيركضوا بسرعة على السيارة، بس حتى بالسيارة الأرواح والأشباح بيظهروا حواليهم وبصيروا يطردوهم من كل الجهات. أردي بسرعة بيشغل السيارة وبيهربوا من المكان برعب. بيوصلوا لموقعهم الثاني
ولما بيجمعوا المي وبدهم يطلعوا روح مرعبة بتبلش تلاحقهم، بس بيتجاهلوها وبيركضوا بسرعة. بنفس الوقت رستم بيكمل صلاته. بالموقع الثالث وأردي عم يجمع المي، سيفا بتشوف روح مرة كبيرة بالعمر، بتصرخ وبتنادي أردي، هو بيركض بسرعة ليساعدها. ببلش اليوم الثاني وبيوصلوا للموقع الرابع، كمان هنيك بيواجهوا روح تانية، بيركضوا وبيجمعوا المي وبيهربوا بسرعة. بالموقع الخامس روح مختلفة بتظهر وبتلحقهم مرة تانية. بيومن الثالث بيوصلوا للموقع السادس وبيظهر لهم روح بدون راس، بيحاول يخوفهم بس بيقدروا يهربوا منه. بيومن الرابع لما بيوصلوا لآخر موقع، أردي بيروح ليجيب المي، وهو راجع بيلاحظ أثار أقدام بالرمل. فجأة إيد بتطلع من الأرض وبتسحب أردي لجوا وبتنكسر قنينة المي. أيادي أكتر بتطلع من التراب، بس فجأة الأيادي بفلتوه وبتختفي بالأرض. وبيشوفوا مركبة واقفة قريبة، وبيجي زلمة غريب بيقرب منهم وبيقول هالمي من ملكتنا هدية لإلكن، وبيسلمون جرة المي. بنفس الوقت بالبيت رستم وساردي بيسمعوا صوت غريب، بيطلعوا ليتأكدوا، بس رستم بيقوله لساردي يضل جوا وهو بيروح يشوف. رستم بيبلش يصلي، وفجأة الكهرباء بتنقطع والخوف بيخيم على الجو. وفجأة رستم بيسمع صوت مرعب مع خطوات تقيلة، وبيطلع من الأرض إيد شيطانية وبيظهر الشيطان قدامه. رستم بيكمل صلاته بأقوى ما عنده، بس الشيطان بيهجم عليه وبيكسر له إيده، وبعدها بيمسك راسه وبيفتله لحتى ينفجر. ساردي بيسمع الضجة وبيطلع، وبينصدم لما بيشوف جثة رستم بلا راس. بيركض ليرجع لورا، بس الشيطان بيظهر وراه مباشرة، بيمسكه من رقبته وبيرفعه بالهواء، وبيطعن صدره بإيده وبيشلح قلبه. بعدها بيرمي جسمه على الطرف وبيبلش ياكل قلبه. وفجأة الكهرباء بترجع، وسيفا وأردي بيوصلوا على البيت، بيفوتوا لجوا وبينصدموا لما بيشوفوا جثة ساردي مرمية. وفجأة أردي بينتبه لجثة رستم المقطعة، بيروح على غرفة أبوه معه جرار المي، وبيبلش طقس التطهير وبينادي على سيفا مشان تساعده. سوا بيكملوا الطقس، بس فجأة أبواب البيت بتتسكر لحالها والكهرباء بتقطع مرة تانية. أردي بيقلها لسيفا تضل جوا، وبيطلع يدور على كشاف، وأول ما بيمسك واحد والشيطان بيركله ركلة قوية. سيفا بتطلع بسرعة وبتوقف محلها من الرعب لما بتشوف الشيطان قدامها. ولما الشيطان بيقرب منهم، أردي بيصرخ على سيفا كملي الطقس، وبيحاول يلفت انتباه الشيطان، بينما سيفا بترجع بتكمل طقس التطهير. بس الشيطان بينزار لعند سيفا وبيفجرها بقوة عبر الغرفة. أردي بيكمل، بس الشيطان بيعصب أكتر وبيهاجمه وبيزته لبعيد. بعد الشيطان بيسحب جثة سوشيبتو وبيحاول ياخدها. أردي بسرعة بياخد آخر قنينة من المي المباركة وبيكسرها على الحيط. المي بتتناثر وبتوصل لجسم سوشيبتو، وبهيك بيكمل الطقس. فجأة الكهرباء بترجع، وأردي بيركض فورا لعند أبوه، وسيفا بتنضم له بسرعة. بعد لحظات سوشيبتو بيصحى وبيعتذر من اولاده عن كل شي صار. بعد المشهد بينتقل لويتشاك اللي بيحس بظل ورا البرداية. كهرباء بتنقطع، ولما بيقرب الشمعة بتنطفي. ويتشاك بيركض لعند باب الساحرة تبعه، ولما بتفتح بيقلها انه شمعته انطفت، وفجأة كل الشمعات بتنطفى، وبيسمعوا صوت مرعب. الشيطان بيظهر وبيمشي باتجاه الساحرة، بيمسكها وبيقسمها لنصين. بعدها بيهجم على ويتشاك وبيفترس راسه. بعدها بننتقل لسوشيبتو يلي تعافى واقف مع الساحرة دي، وبتطمنهم انه قوة الشيطان اختفت لانه غادر جاوا، وبينتهي الفيلم.